إبراهيم المنيسي في كل مكان. 11 مساء الجمعة إن شاء الله تعالى منتخب مصر مع أثيوبيا في المغرب، ملعب الفريق الأثيوبي في تصفيات كأس العالم. حسام حسن المدير الفني للمنتخب مطمئن على الحالة الفنية والبدنية والمعنوية اللي عليها لعيبة مصر، والمؤهلين إن شاء الله تعالى لتحقيق فوز مريح وكبير يقرب منتخب مصر من بلوغ نهائيات كأس العالم بإذن الله بنسبة كبيرة، وانتظارا للمباراة اللي جاية اللي هتبقى يوم 25 الشهر ده في القاهرة مع سيراليون. محمد صلاح وزمايله في أتم الجاهزية وإن شاء الله يقدموا مباراة كبيرة. المنتخب في الاجتماع الفني تقرر إنه هيلعب بالفانيلا الحمراء والشورت الأبيض والشراب الأسود. إن شاء الله تعالى كل التوفيق. الأهلي خسر مباراته الأولى في كأس الرابطة أو كأس عاصمة مصر في اللحظة الأخيرة قدام إنبي، والحقيقة ناس كتيرة زعلت من المستوى ومن الأداء. لعيبة كتيرة ما كانتش واخدة فرص بقالها فترة، ظهرت بعيدا عن مستواها. في تقديري إنه السبب واضح وموجود، انعدام الدوافع الحقيقية عند اللعيبة، وده كان خطأ منهم. رقم 2 الحالة البدنية، واضح إنه الناس لسه راجعة من أجازة، اتمرنوا تمرينتين فقط. الدافعية بتاعت البطولة ما هياش عالية، التركيز فيها ما هواش عالي. إراحة عدد من الأساسيين مرة واحدة في تقديري قرار يعني كان محتاج مراجعة. يعني أنا فجأة بريح إمام عاشور وبريح حسين الشحات وبريح كريم الدبيس وبريح مصطفى العش. يعني في عدد من اللعيبة الدوليين اللي سافروا اللي راحوا مع المنتخب او منتخبات حتى بالنسبه لبقيه اللعيبه مفهوم، انما الاراحه الكامله لبقيه اللعيبه واشراك كل الناس الناقهين والبعاد عن الملعب من فتره طويله مره واحده مع بعض، ما اعتقدش ان ده كان قرار يعني صائب شويه. لكنه في المجمل اعتقد الاطمئنان نسبيا على عوده لاعب زي يحيى عطية الله حتى وهو لعب بالماسك، لكن الحمد لله راجع بشكل كويس وبيستعيد فورمة الماتشات شوية. وعلي معلول مشاركته في جزء من الشوط الثاني بعد غياب يجي سنة أو 300 يوم عن الملاعب، أعتقد برضو ده مكسب من المكاسب. بعد كده مش هتلاقي فيه مكسب. يعني عمر الساعي ناس كتيرة انتقدت سوء أدائه أو إنتاجه الضعيف، بس أنا مش حابب إن أنا أقيم حد وهو بعيد عن مركزه. عمر الساعي في الإسماعيلي وفي الطبيعي جدا راجل بيلعب في قلب نص الملعب، تطرفه توديه جناح يعني مش هناخد منه احسن حاجه، بس كان واضح انه ده اشراك اضطراري. لا عمر الساعه هينفع جناح ولا عمر كمال عبد الواحد هينفع جناح، فانت افتقدت الجناحين. العذر اللي ممكن تتقبله ان انت عندك عدد كبير حتى من الولاد الصغيرين اللي كان ممكن يستعان بالعناصر الموهوبه المميزه منهم موجودين مع منتخبات الناشئين، سواء منتخب 2008 او 2005، وده فيهم ذخيره من اللعيبه الموهوبه. فانت اشركت بقيه الناس المتاحه وكان المردود سلبي للغايه، وكانت الهزيمه في الثانيه الاخيره من المباراه بخطا من خط الدفاع كاملا، وبالذات اكرم توفيق اللي هو حرق الاوفسايد وفضل قاعد ورا حمزه علاء. يعني حرق الاوفسايد اللي هو اتقدم مع زمايله وعمل المصيده للاعب انبي، ولا هو تدخل وانقذ. فبالتالي خطأ التعامل والتركيز والتمركز للعيبه في قلب الدفاع محتاج مراجعه كتيره جدا. الخطأ ده متكرر كتير على فكره، حتى وانت عندك معظم اللعيبه الاساسيين دايما عندك مشكله في التعامل مع الكرات العرضيه والكرات اللي في قلب خط الدفاع باستمرار. حالة التركيز والتمركز شوية بعافية. أتمنى إنه دي فرص للمراجعة، وأيضا لمراجعة اللعيبة كمان، إنك أنت لما تاخد فرصة زي كده لازم تبذل مجهود أكتر ولازم تركيزك يكون أحسن من كده بكتير. لكن خلينا نمشيها في عدم الجاهزية البدنية ونشوف الفترة اللي جاية إن شاء الله الأمور تكون أحسن. هي في المجمل بطولة تنشيطية بتتلعب أثناء غياب اللعيبة الدوليين. أنت عندك عدد كبير من الدوليين غايب حتى على مستوى الشباب والناشئين والفريق الأول، فلما تكون الفرصة متاحة لبقية اللعيبة اللي موجودة، لا أنت في الأول وفي الآخر بتمثل النادي الأهلي. مهما كنت أنت بتلعب إنبي الفريق اللي في ترتيب متأخر جدا في الدوري، وأنت في الأول وفي الآخر لاعب في النادي الأهلي ومعظمهم لعيبة كبار. لكن أعتقد المسألة كانت تحتاج منهم مجهود أحسن وتركيز أفضل.
ده بالنسبه اللي حصل النهارده. في كمان من رواسب بقى المباراه بتاعه الاهلي والزمالك في الكره الطايره، والسلوك اللي كان حصل من محمد مصطفى لاعب الزمالك، والاشاره الخدشه المسيئه لجماهير النادي الاهلي. احد الجماهير حرر محضر ضده، وتم استدعاء اللاعب لنيابه 6 اكتوبر اللي بدات التحقيقات النهارده الخميس مع اللاعب في هذا البلاغ. اتمنى، شوفوا انا يعني في الصح والغلط مفيش ابيض واحمر. اي لعيب ياتي باشارات مسيئه وسافله وسفيهه للجماهير او للناس كلها، لانه في الاول وفي الاخر انت بتخدش حياء كل الناس. اتمنى انه لا يتم الاكتفاء بالعقوبه الرياضيه، لا، اعمل له محضر والباشا يروح يشرف في الاسم ويقول اقواله ويتبهدل هو او غيره، هو او اي حد يرتكب الاخطاء الوقحه ديت. اذا كنا عايزين نطهرها بجد، واذا كنا عايزين نحافظ على ملاعبنا، يبقى كل واحد يرتكب مثل هذه الافعال يتجرجر على الاسم، وساعتها يعرف ان الله حق، ويعرف ان فيه اخلاق وفيه ملاعب محتاجه صيانه واحترام. فاتمنى محدش تاخده الرأفه لا بلعبه ولا بغير لعبه. كل واحد يعمل حاجه يتحمل مسؤوليتها. واتمنى ان ما تحصلش التليفونات والاتصالات ونلم العمليه ونحتوي الموضوع والباشا يتدخل واعلان يتدخل. سيبوا الناس تواجه ثمن اخطائها وتبعات سلوكياتها. بمناسبه الالعاب الثانيه، النادي الاهلي النهارده بيعلن عن صفقه قويه لتدعيم فريق كره السله اللي محتاج تدعيم، وبيعلن عن ضم الامريكي كيني هايز، لاعب امريكي كان بيلعب في الاحد السعودي، عنده مسيره كويسه كانت مع احد، وكان قبل كده عنده مسيره ايضا جيده وقويه في الدوري التركي. نتمنى انه يكون دعامه كويسه واضافه جيده لفريق كره السله اللي السنه دي شويه متراجع. اتمنى انه يتدارك نفسه بسرعه اوجست بوش. واتمنى كمان ان احنا فكره الاستعانه بالمحترفين من الخارج في الالعاب بالذات السله والطايره يكون تركيزنا في استخدام كواليتي عالي، لان انت بتجيبه لفتره قصيره. فاتمنى انه يكون في متابعه جيده، وانك انت كمان لما تجيب عنصر اجنبي للعبه من الالعاب دي يكون فعلا اضافه قويه ومميزه وافضل من اللي موجود، والا يبقى اللي موجود ياخد فرصه. اتمنى ان شاء الله يكون اضافه قويه اللاعب الامريكي كيني هايز لصفوف كره السله الاهلاويه. طبعا الحديث عن الازمه وتطورات ملف ازمه لقاء القمه الاهلي والزمالك اللي كان المفروض يتلعب يوم 11 مارس وما اتلعبش ما زالت متواصله. الجديد فيها حاجتين. الحاجه الاولى انه اللجنه الاولمبيه فجاه الغت جلسه الاستماع اللي كان مقرر تعقيدها لطرفي الازمه. طرفي الازمه هو النادي الاهلي ورابطه الانديه. ودي كانت فرصه ان كل طرف يواجه الطرف الثاني بما لديه من وقائع وحقائق. وكان الامر الواقع جدا والمثبت والواضح ان النادي الاهلي على حق وعلى حق قوي. لانه كل التطورات كانت في صالحه وموقف الرابطه نفسه لصالحه. يعني حتى الطرف المشكو ضده او ضد عقوبته رابطه الانديه مطلبها الحقيقي كان طاقم حكام اجنبي، وده مثبت في الاوراق وفي الخطابات اللي بعتتها للاتحاد المصري لكره القدم. فكانت جلسه الاستماع هتبقى فرصه للاستاذ الكبير محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي انه هيعرض موقف النادي الاهلي كاملا، وهيقدم اكتر من 21 مستند ياكد فيهم صحه موقف النادي الاهلي، ناهيكم على الرسائل المصوره والرسائل النصيه ايضا، والرسائل المسجات اللي على الواتساب اللي ايضا بتثبت كل التبادل في الكلام، وبما فيها السيد وزير الشباب والرياضه والمحادثه معاه، وبما فيها المهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره والنائب احمد دياب، وكل الاجراءات اللي تمت والاتصالات اللي اتعملت مع مسؤولي النادي الاهلي مثبته صوت وصوره. فكانت فرصه للمستشار القانوني محمد عثمان انه هيقدم الراجل هيقدم كل دفوعه ودفاعاته. لكن فجاه تم الغاء جلسه الاستماع، واللجنه الاولمبيه قفلت على نفسها ورفضت تعقد الجلسه، وايضا اعلنت انه مسؤوليها ما حدش هيتكلم لحين صدور القرار، بل انه ما اعلنوش للنادي الاهلي الطرف المباشر في الازمه موقف نادي الزمالك ايه. الزمالك قدم طلب وقال انه طالب التداخل.
ما ردوش حتى الآن